حاجات بلاش تعملهم لما الاكس يرجع يكلمك. اول حاجه بلاش تعبر له عن مشاعرك، سواء كانت مشاعر سلبيه لما تيجي تقول له مثلا ده انت عملت فيا كذا وكذا وكذا ودخلت المستشفى بسببك وحصل كذا، انا عمري ما هرجع لك الكلام ده. او حتى لو كانت مشاعر ايجابيه، انا كنت بحبك ومنتظراك ومستنياك وبعد الايام لحد ما تكلمني، واول ما بعت لي رساله حمدت ربنا انك كلمتني. بلاش ده خالص. هو طبعا التعبير سواء كان سلبي او ايجابي مطلوب جدا في الاوقات اللي شبه كده، بس اللي انا اقصده ما تعملش كده من الاول. طب انت شوف بس الاول جس النبض، شوف هو اصلا راجع عايز ايه. هو راجع عايز ينتقم، ولا هو راجع عايز برضه هو كمان يجس النبض، ولا هو عايز يرجع رجوع صريح عشان ندم وحس ان هو فعلا افتقدك. اتقل كده وخليك رزين وهادي، وخلي الرد على قد السؤال، وما تخافش اللي هو يختفي ويبعد تاني، لانك اكيد اخدت فتره كافيه انك عشت حياتك من غيره، فمش هتفرق بقى على اليومين اللي هو ممكن يغيبهم فيها لما بيرجع يتكلم معاك. فما تخافش، واتكلم كده بمنتهى يعني مش البرود، بس اتكلم بمنتهى التقل صنعه. وافتكر ان انت كلما تقلت عليه كلما ضغطت عليه ان هو يعبر لك عن نواياه الحقيقيه اللي ليها علاقه بالرجوع. لو عايزني اكمل باقي السلسله اعمل لايك واكتب لي في الكومنت. سي يو.